كيفاش البلان الاخوان؟ كلشي باغي يلبقني لا مونتيف. تخيل معايا العرب ديال شمال افريقيا بغاو يلبقوا لينا مونتيف. تخيل معايا كلشي كيهضر حاليا على داكشي اللي واقع في النهايه ديال الماتش ديال المنتخب المغربي والمنتخب الكونغولي، داك العراك اللي كان في الاخر ديال الماتش. ما عارفينش بلي داكشي اللي وقع بسبب قائد المنتخب الكونغولي، ما عرفتش سميتو، اللي عرف سميتو كتبان في اول تعليق. ولكن هادشي اللي واقع بسبب داك اللاعب اللي قدر انه يوصل للمدرب ديالنا وليد الركراكي ويشبع فيه سبان، شبع فيه سبان ديال بصح. انا صراحه اللاعبين ديالنا ما وقفوش، دافعوا على ركراكي ودابزوا مع داك اللاعب واللاعبين ديال المنتخب الكونغولي. هذا الشيء اللي وقع في الماتش. الحاجه هذا المشكل يقدر يوصل للتوقيف ديال المدرب او ديال اللاعبين، بعض اللاعبين. يعني هذا الشيء ممكن يوصل للتوقيف كما وقع مع داك المدرب الجزائري عادل عمروش. هذا الشيء راه خطير الاخوان، وبزاف ديال المغاربه حاليا ما عارفينش بلي هذا الشيء اللي وقع ممكن يأثر على المنتخب الوطني المغربي في المنافسه على كأس افريقيا، ويأثر على المدرب ديالنا ركراكي. راه ديك ردة الفعل اللي داروها المنتخب الوطني المغربي، اللاعبين اللي داروها اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، راه ردة فعل عادية فاش كتشوف قائد ديال المنتخب الكونغولي كيسب في المدرب ديالك. هاد اللقطة ديال النصيري والله الا ضحكاتني ديال بصح. الحمد لله اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي رغم التعادل، باش نكونوا واضحين، باش نهضروا على هذه النقطه هذه ونساوها. الماتش كان صعيب، ومستحيل تجيب لي فريق في اوروبا يلعب بنيفو كبير في داك التيران وفي ديك الظرفيه، الرطوبه اللي وصلت ل 70%. ماتش صعيب بزاف. الحمد لله على التعادل، نقدروا نتاهلوا مع 4 ديال النقاط. الا ربحنا الماتش الجاي غنكونوا حنا الاولين ونقدروا نتلاقاو مع تونس او مصر، الله اعلم شنو يوقع. نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني المغربي وكافهم الانتقاد. والناس اللي كيلوحوا الفيديوهات وكيقولوا ان المدرب ديالنا هو اللي دار داك الشيء، اتقوا الله.